انا مخلفه طفلين توأم، بس حياتي كلها ضحك بسببهم. امبارح انا كان جاي لي ضيوف وكنت جايبه تورته، بس المشكله اني لقيت العدد اكبر من التورته اللي انا جايباها، فقلت خلاص مش هطلعها وهعمل حلويات بيتي احسن. وجبت عيالي الاتنين فهمتهم ان التورته دي كانها مش موجوده، ومحدش يقول ان احنا عندنا تورته في التلاجة. المصيبه ان الناس اول ما دخلوا ابني قال لهم ان احنا عندنا تورته في التلاجة بس على قدنا ومش هنطلعها. راح اخوه ضربه وقال له ياض انت غبي، مش ماما قالت لك ما تقولش ان احنا عندنا تورته في التلاجة؟ وانا واقفه في نص هدومي ومش عارفه مين فينا احنا التلاته اللي غبي. تاني موقف، بس عيب تشوف اسم سيدنا محمد ومفيش اعجاب ولا حتى بتصلي عليه. انا مش هنسى يوم ما كنت رايح السجل المدني عشان اعمل البطاقه بتاعتي، فدخلت للموظف ولما جه الدور بتاعي بقول له انا عايز اطلع بطاقه لو سمحت. قال لي استنى يا ابني، انت ظاهر قدامي على الكمبيوتر انك ميت من شهرين اصلا. قلت له ازاي يعني؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي ولا اروح فين؟ قال لي انت اعمل كولدير ب3 حنفيات وريح دماغك. تقريبا كده الراجل فاكرني ميت وجاي اهزر معاه.